شايفين يا جماعة؟ حتى الغسالة محتلينها، واخدين بالكم؟ سكر قال هنا على الغسالة. طبعا كالعادة يعني انا حاسه ان انتوا زهقتوا ان انا المره الالف بصور في الحمام. انا خلاص شكلي كده هاخد اوضه البنات واعملها حمام واسيب لهم هما الحمام ده. حتى البنات زهقوا بيقولوا احنا زهقنا من الوضع ده، مش هينفع اعملنا حمام لينا بقى خاص نسيب لهم هما ده. لان انا بمشيهم من هنا بصعوبه، يعني ما بيمشوش الا لما اشغل الدش او اشغل ميه او بيقوموا. بصوا هناك بيبسي خالص في الركن هناك خالص ده نايم مسلطح فارد نفسه ازاي. وطبعا جنب الجردل كوكي مش عارف اجيبها. فتحية لا غنى عن فتحية، بصوا فتحية نايمة واخدة وضعها خالص في الحمام. وعصفور وأستاذ بسيوني، هي كارلا الوحيدة اللي قاعدة برا عشان ولادها كان بيجوا الحمام يعني ما شاء الله. شايفين يا جماعة؟ انا كده هضطر ان انا اخد اوضه البنات اعملها حمام بقى واسيب لهم هما هنا الحمام خالص اهو. شايفين المنظر كمان؟ وهنا على الغساله قاعد لي استاذ سكر. يعني مش كده وبس، يعني مش مثلا الحكايه ان هي تدخل الحمام او دش او الكلام ده، لا وكمان انا عايزه دلوقتي اشغل الغساله. طبعا هتقولي حرام ان انتي تقلقيه وتشغلي الغساله والغساله تتهز وهو يتخض. طب اعمل ايه يا جدعان؟ يعني كده عطله من جميع النواحي، يعني مش عارفه اقول له ايه. يعني طب انزل نام زي اخواتك في الارض كده. الغساله راكبه. طب اعمل ايه؟ يعني اعطل نفسي كمان عن الغسيل؟ يعني شو ولا غسيل ولا تنظيف ولا دش ولا حمام؟ مش عارفه اعمل ايه يا جدعان؟ قولوا لي انتوا اعمل ايه؟ اشيله كده هلابيله واحطه في الارض مع اخواته هنا كده، ولا يعني استنى لما يصحى بسلامته بعد كده اشغل الغسالة عادي؟ يلا اعمل ايه؟ انتظر رايكم في الكومنتات يا حبايبي. يلا سلام عليكم.